ألفا روميو تونالي، العربية اللي معانا بقالها دلوقتي كده ده اليوم التاسع اللي العربية معايا فيه. صراحة تجربة ممتعة، تجربة ممتعة ليه؟ لأن عربية رياضية في الافريج السعري ده، يمكن الرياضية الوحيدة لو استثنينا أختها اللي هي طبعا أغلى الاستيلفيو، وخصوصا إن الاستيلفيو ال 2025 يعني اللي عارفه إنها هتنزل بثمن اليورو في ارتفاع للأسف. فنقدر نقول ان دي العربيه الرياضيه الوحيده الالفا روميو تونالي، العربيه الرياضيه الوحيده لحد 4 مليون جنيه، لحد 4 مليون جنيه حرفيا، باستثناء اختها اللي هي ارقام مشابهه جدا جدا. الستيلفيو على فكره 280 حصان النسخه الفيلوتشي و400 نيوتن متر عزم زي دي بالظبط. دي 268 حصان، الاختلاف في الارقام يكاد لا يذكر. يعني نظام الدفع الكلي كمان الكيو 4 هتلاقيه في العربية التانية بيتحيز شوية للخلفي، هنا بيتحيز للأمامي، لكن ممكن يشتغل على الاتنين 50-50 في مواقف معينة ومع أنماط القيادة الرياضية السبورت مود. فالفروق تكاد تكون منعدمة، حتى أرقام التسارع الحقيقية وأنا نشرت ده يعني تكاد لا تذكر. يعني الفرق أجزاء من ثانية، نص ثانية مثلا، تمام، ما بينها وما بين أختها ستيلفي. العربية دي عبقريتها في حاجة، ان النسخه اللي معايا دي الفيلوتشي بتيجي بشويه حاجات زياده عن النسخه تي اي اختها الاقل منها سعرا، ولكن الموتور واحد. تخيل ان العربيه دي ب 2 مليون 700 وهتاخد موتور 2000 سي سي ايطالي نشط حي، يعني واحد من اروع المواتير اللي ممكن تتبسط منها. الطليان على فكره ما يعرفوش يعملوا لك انتيريور حلو قوي، لكن يعرفوا يعملوا لك مواتير تمتعك تبسطك. حتى مازراتي لما تدخل تلاقيهم على الاقل انتيريور كخامات وكديزاين والكلام ده، لكن اداء وصوت ومواتير في 8 يعني قصه تانية يعني، تمام. فالفا روميو بتقدم ده، بتقدم الحده في الاداء، بتقدم التوجيه الحاد جدا اللي ناس هتشوفه ميزه وعيب. بالعكس ده في ناس ممكن تعتبر ان العربيه دي فيها بادي رول لو هو مش متعود على حده التوجيه بتاع الفا روميو اللي هو من لمسه من شعره. يعني انت فاهمني، انا بشوف العبقريين في التوجيه صراحه بي ام دبليو، والعبقريين برضه للي بيحب الاداء الرياضي الفا روميو، لان الحده دي ممتازه والاستجابه والريسبونس الحساس جدا ده رائع. لكن في ناس اللمسه عندهم هتبقى لا لا انا ده العربيه فيها بادي رول، انت مش قادر تتخيل قد ايه العربيه دي حاده ودقيقه جدا، ومن ابسط لمسه هتلاقي ريسبونس كويس جدا. فلما نتكلم عن توجيه هنتكلم عن توجيه حاد كعاده الفا روميو، وهتتكلم عن موتور 2000 سي سي كيو 4 نظام الدفع الكلي من الفا روميو على العجلات، وكمان موتور 268 حصان و400 نيوتن متر عزم. رقم مهول، رقم يعني احترافي في العزم، يعني في عربيه في الفئه السعريه دي الرقم ده يمكن ما تلاقيهوش الا في عربيات اعلى من كده بكتير يعني. وفتيس زد اف النسخه الاحدث التسع سرعات مش الثمانيه. والزد اف عبقريته في حاجه، قد تاخذ منه اداء رياضي مع يكاد لا تذكر اعطاله. الزد اف فتيس احنا عارفينه، هو فتيس شهير ويمكن الناس كانت مجرباه من زمان، الفتيس الاوروبي الشهير اللي المجموعه البثريه بتعتمده في عربياتها ومرتاحه معاه من زمان. فزد اف فتيس ما فيهوش اي مشاكل او اي يعني سوء تعامل ممكن تلاقيه او اي شيء وحش. فتيس محترم وفتيس جميل. فده النسخه الاحدث كمان، النسخه التسع سرعات، واستجابه الفتيس هنا رائعه. اكاد يعني ان اجزم وابصم بالعشره ان استجابه الفتيس هنا متميزه مع الموتور ده، وريسبونس عالي قوي، والتناغم ما بين الفتيس والموتور رائعين. العربيه فيها تورك ستير من كتر قوه العزم بتاع العربيه، تحسه قوي في العجل الامامي لما تدوس، وبالذات لما تستخدم الدي ان ايه او التغيير ما بين انماط القياده الشهير، البكره الشهيره بتاعه الفا روميو، الدي الدايناميك مود، والان نيوترال، والاي الادفانس اللي هو الايكو بتاعهم يعني، تمام. فانت لما تستخدم ده يعني بتحس ان العربيه لما تحطها على الديناميك مود ان العربيه بتتعفرت، العربيه فيها تورك ستير فعلا، وتحس ان العربيه العجل الامامي بيلعب كده يعني، تمام. فالعربيه على الحجم ده وعلى وزن زي ده، عربيه طول 4 متر 53، الطول المعقول يعني، وقاعده عجلات مش قليله على فكره. على فكره المساحات في العربيه كويسه جدا، قاعده عجلات 2 متر 63 تعتبر كويسه، ومساحات الجلوس الخلفي كويسه جدا، لكن في نفق فتيس في النص لازم تبقى عارف ده يعني. فالعربيه دي طن ونص، الطليان بيقولوا انها طن ونص، طن 550 يعني.
فيعتبر وزن كويس قوي على الموتور ده، وزن بيتعفرت وبيلعب يعني. ثبات العربيه كويس جدا، خصوصا ان العربيه العفشه فيها الخلفيه مالتي لينك ولكن تميل للنشوفيه، وكمان العفشه متغيره مع انماط القياده. يعني لما بتحطها على الديناميك تقدر تدوس هنا اهو تغير نمط القياده بتاع العربيه، وتغير تخف حده العفشه شويه اللي هي دايما بتبقى على النشوفيه، فتقدر تقفل اهو العفشه، تقفل السسبنشن الحاد او الناشف ويتحول لسوفت ويبقى ناعم شويه، والاداء يبقى لطيف ومقبول. وجود عفشه متغيره في عربيه زي دي بالفئه السعريه دي 2 مليون 690 اعتقد للنسخه التي اي، و2 مليون 950 للنسخه الفيلوتشي اللي معايا. الكلام ده انت واخد مميزات كتير قوي، واخد موتور 2000 سي سي، واخد تورك عالي، واخد هورس باور عالي، واخد عفشه متغيره، واخد دفع كلي ونظام دفع كلي من شركه مش هينه يعني. تمام، فانت واخد اداء محترم جدا وواخد توليفه محترمه جدا. طب العفشه بتاعت العربيه دي عامله ايه؟ لا تميل للنشوفيه دايما، ممكن تطرى وتنعم معاك بنمط القياده لما تحط العربيه على الدايناميك مود وتقفل شويه او تنعم العفشه شويه. تمام، لكن العفشه هنا تميل للنشوفيه. الفا روميو عربيه حاده عشان تبقى عارف، يعني الفا روميو عايزه حد بيسوق بيتبسط، خصوصا ان اكسلريشن العربيه دي انا مره في تجربه عشوائيه نشرتها في ستوري على الانستجرام، ما عملتش اي حاجه، ولا قفلت الاي اس سي ولا عملت اي حاجه، ولا يعني حطيت العربيه على الدايناميك مود وخلاص كده، وكنت عشوائي كده قررت ان انا اول ما سلمت العربيه اتسارع بيها. الاكسلريشن اداني 6.8. انا اعتقد العربيه دي تدي ارقام احسن من كده وتقل عن ال6.5 اللي الشركه بتقول عليهم. فانت تاخد مثلا 6 ثواني اكسلريشن في عربيه زي دي، انت واخد رقم رياضي تماما بعض العربيات الاكزوتيك ما تعرفش تجيبه يعني. تمام، فده على عربيه زي دي كروس اوفر مرتفع عن الارض، مش كبيره قوي مش ضخمه قوي، وبالسعر ده متميز جدا. فانا عايز انقل لك قوي تجربه القياده الرياضيه لان دي من اهم مميزات العربيه دي. الباكج بقى اللي بتيجي هنا في العربيه دي باكج كويسه جدا. يعني عندك فتحه السقف اللي انا شايفها مش بانوراميه قوي يعني، واخده نص سقف العربيه كده، عندك الشاحن الوايرلس قدامك، عندك العدادات الديجيتال والنافيجيشن البيلت ان اللي بينزل في العربيه ومتميز الصراحه، اداؤه متميز جدا، والخرائط نازله وابديتد وبتظهر قدامك على شاشه العدادات كمان، وده بالنسبه لي رائع. انا بحب قوي النافيجيشن يظهر قدامي على شاشه العدادات. ابل كار بلاي وايرلس واندرويد اوتو يعني، وعندك فيزيكال بوتون كمان احساسها حلو، الاحساس الرياضي بتاع زمان اللي مفتقدينه يا جماعه. الشاشات اللي قد كده ال 20 وال 30 بوصه اللي بقيتوا تحطها لنا دي، حتى الالمان اتعادوا يعني. تمام، وعايزين احنا الاحساس بتاع زمان ده، الفيزيكال بوتونز وادوس، والانتريور هارد كده، ويعني تحس كده انك عربيه رياضيه. لكن مش عاجبني ان العربيه دي للاسف ما فيهاش بيدل شيفتر. يعني ازاي يا جماعه؟ يعني انتوا بتهرجوا يعني. ده من ابرز العيوب اللي ممكن اعلق عليها يعني لمحبين القياده. يعني ازاي ما فيش بيدل شيفتر هنا؟ يعني ازاي ما اقدرش اعمل داون شيفت واستخدم نقلات هنا في الدركسيون؟ يعني مش مفهومه من عربيه رياضيه زي دي، المفروض انها بتقدم اداء رياضي. فدي حاجه من الحاجات اللي مش عجباني. لكن باكج الاوبشن زي ما كلمتك عليها، الكلاسيك كهرباء، الشنطه الكهرباء، ما يعني العربيه فيها كل الاساسيات والله. فتحه التكييف الخلفيه، وصلات اليو اس بي، كل الكماليات الاساسيه، والزياده شويه الدلع شويه موجوده، الفرش الجلد طبعا. وحابب انوه لك ان العربيه اللي معايا دي بقالها استخدام 35,000 كيلو مطحونه مفروكه، يعني عربيه تيست درايف ماشيه 35,000 كيلو. فالبيلد كواليتي متماسك، ما اقدرش اقول لك ان الخامات هنا احسن خامات، تمام، لكن السوفت تاتش موجود كتير، والبيلد كواليتي متماسك، وعلى عربيه ماشيه 35,000 كيلو ومتبهدله بتطلع تيست درايف وبتسافر وبتروح وتيجي والكلام ده، لا العربيه ما زالت متماسكه، واعتقد ده هيبقى واضح ليك وجامد جدا. كمان استهلاك البنزين في العربيه دي مش وحش. انا شفت 12 قصدي كيلو و13 كيلو لكل لتر، وده رقم يعبر عن استهلاك حوالي 9 لتر لكل 100 كيلو متر، 8 ونص احيانا 10 لتر مع فرق قوي. ده كويس جدا على موتور زي ده، كل حاجه ليها ضريبتها. انت مش هتستنى من هنا 5 و6 والكلام ده، دي عربيه مش اقتصاديه. لكن انك تديني 9 و10 لتر مع الفرق ده، ومع العربيه العجيبه دي اللي فيها تورك ستير يعني، لما بتيجي تطلع بيها طالعه شديده شويه، لا عربيه حلوه الصراحه. العربيه في الملفات كمان تماسكها كويس جدا، وعفشه العربيه اللي تميل للنشوفيه مساعداها في ده.
ولكن عايز اعرفك ان العربيه حاده، باكد تاني العربيه حاده، عايزه حد بيحب السواقه الرياضيه، عايزه حد عايز الاداء المحترم والاداء الاحترافي الرياضي من الفا روميو ده. فعربيه تعتبر كويسه جدا. تعليقي بس على عزل الهواء مش افضل شيء في العربيه، لكن العزل الارضي وصوت الموتور بتاعها حلو قوي. صوت الموتور بتاع العربيه دي جميل، رغم ان لا فيه اكزوست ولا في سيستم اكزوست يعني ولا الكلام ده. وحتى فتحات الشكمان الخلفيه عيره كده، ما بحبش انا الحركه دي مع مواتير زي دي. ما كنت تديني حاجه لطيفه واضحه كده. لكن صوت الموتور العربيه دي حلو قوي قوي قوي. نقلات الفتيس زي ما قلت لك جميله ومحسوسه، احساس رياضي جميل ومتداخمه جدا 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 جدا. فالعربيه دي بتقدم تجربه ممتعه وفاليو فور ماني في الحته اللي انا قلت لك عليها دي. عايز اداء رياضي، عايز باكج حلوه، روح للالفا روميو تونالي وما تفكرش، لانك مش هتلاقي لحد 4 مليون حد ينافسها غير اختها الستيلفي. الفا روميو تونالي قيمه مقابل سعر حلوه، عليها عرض ممتاز دلوقتي، العرض التقسيط بدون فوائد على سنه، وتتدرج الفوائد لحد ماكسيمم 9% على 5 سنين عند توكيلها. فهسيب لكم ارقام تليفوناتهم اللي حابب يتواصل وياخد التجربه الحلوه دي. عايزين نشوف عربيات حلوه بقى في الشوارع يا جماعه. العربيه دي بايعه، بالذات التونالي باعت كويس لانها فاليو فور ماني من يوم ما نزلت الصراحه. لكن عايزين نشوف اكتر من كده. حاولوا تجربوا عربيات حلوه زي دي، وحاولوا تجربوا طعم الطلياني الحلو اللي بيديك تجربه قياده ممتعه. شكرا، وكان معاكم محمود خيري وتجربه كامله للالفا روميو تونالي والعرض المحترم اللي عليها دلوقتي اللي خلانا نعيد تجربتها تاني. شكرا.